واحد النهار الدرهم المغربي غادي يفقد القيمه ديالو مع تطبيق نظام تعويم الدرهم، والدولار غادي يولي سيد ديال السوق. اللي ما عارفش بزاف منكم، الدوله المغربيه كتحمي الدرهم المغربي، هادشي اللي مخليه باقي ثابت لحد الساعه امام الدولار. ولكن هاد الحمايه كتكلف الدوله بزاف، وزائد ان صندوق النقد الدولي باغي الدوله تحيد الحمايه في اقرب وقت ممكن، باش الدولار غيولي يساوي 20 درهم او 30 درهم مغربيه. فكر في المستقبل ودير خطوه من دابا، ما تخليش هاد الفرصه تفوتك. تعلم واستثمر وكون جاهز للمستقبل، حيت غادي يجي واحد الوقت الدولار واحد غيولي يساوي 20 درهم او 30 درهم. بدا اليوم قبل ما الدولار يولي بعيد عليك. كاين اكبر ضربه اللي غادي تجي للمغاربه من بعد هي تعويم الدرهم. كيفاش هاد المساله؟ الان مثلا فاش كنجي كنصرف الدولار ب 10 دراهم، فاش كنشري دولار كنشري ب 10 ديال الدراهم. علاش؟ لان الدوله محافظه على الدرهم، حاميه، اذا كنقدر نشري ب 10 دراهم. صندوق النقد الدولي تيقول لك لا، هذه الحمايه خصني نحيدها ونعوم الدرهم، بمعنى يولي الدرهم كيسوى القيمه الحقيقيه ديالو في المارشي مونديال، اللي هي غادي تكون على الاقل الدولار غيولي يدير ما بين 18 حتى 20 درهم. مزيانه هذه الناس ديال الويب، الا دخل 1000 دولار راه ضرب 16 درهم، غادي يخلص الضريبه. ولكن اللي سيئه هي المواطنين، لان توسكي امبورتي غيتضرب في جوج، غيوليو بحال مصر تقريبا. اللي دارت مصر هو التعويم ديال الجنيه. كيفاش ولا الجنيه داير 4 ريال، حنا غادي نوليو دايرين اقل من 2 ريال.